الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قبل قليل جاءتنا أخبار بانطلاق مليونية في السعودية. أنا أحذر الشباب السعودي من الخروج على أولي الأمر في السعودية لسبب واحد، وهو تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم من الأعوام القادمة، أعوام 35 و36 و37. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تدور رحى الإسلام إلى 35 أو 36 أو 37، فإن يهلكوا فسبيل من هلك. هذا الهلاك الذي سيقع لأهل الجزيرة العربية سببه العجم، سببه العجم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شرف البنيان في مكة المكرمة، إذا شرف البنيان واتخذت جبال مكة بجائد فقد أضلك الأمر، وفي رواية أخرى فخذ حذرك. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين في قوله: كيف بكم إذا حرقتم البيت العتيق؟ طبعا هذا الكلام موجه للعجم. قالوا: يا رسول الله ونحن على الإسلام؟ قال: وأنتم على الإسلام. وفي رواية: ونحن على الإسلام، فقال: وأنتم على الإسلام، ثم يبنى كأحسن ما كان. فهؤلاء العجم سوف يغزون الجزيرة العربية، الخليج والسعودية، وسوف يحرقون البيت العتيق حتى لا يبقى منه حجر على حجر. وقد نبهت في فيديوهات أخرى إلى وجوب الرباط في المسجد الحرام وفي مكة والمدينة. فهذه السنة والله تعالى أعلم هي سنة الحسم بالنسبة لهؤلاء العجم. إنما يجري اليوم في سوريا من تسلط هؤلاء العجم على أهل الشام، ومن فضل الله عز وجل ظهور الطائفة المنصورة في سوريا، هذا يؤذن بخطر جسيم على أهل الجزيرة العربية. لأن عبد الله ابن عمرو ابن العاص ماذا يقول؟ يقول: إذا جاء ذاك كان الذي قلت، أي أنه إذا ظهرت الطائفة المنصورة التي تقاتل على أبواب دمشق، وقد ظهرت قبل سنتين، كان الذي قلت من غزو هؤلاء العجم للجزيرة العربية، وسوف يخرجون أهل مكة وأهل مدينة منهما، وسوف يعتصم أهل مكة والمدينة في أرض الأردن في الشام في عمان البلقاء. فأنا أحذر كل من يدعو إلى مليونية بأنه سوف يضعف الجزيرة العربية، وسوف يشغل الحكومة في السعودية عن الواجب الأول، وهو الدفاع عن السعودية وعن الجزيرة العربية. فهذه ليس أوانها. صبركم على آل سعود هو خير بألف مرة من صبركم على هؤلاء العجم. هؤلاء العجم والله ثم والله سوف يهدمون مدنكم، سوف يذبحون أطفالكم ونساءكم، سوف يرفعون رايات يا حسين على أبراج مكة وعلى المدينة، سوف يحرقون الكعبة حجرا حجرا. وهذا حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. إن النصوص التي بين أيدي هؤلاء تدعوهم إلى هدم الكعبة، تدعوهم إلى تخريبها ونقل حجارتها إلى كربلاء. فيا أهل الجزيرة العربية، يا أيها الشباب السعودي، بدلا من أن تدعوا إلى مليونية، أنا أدعوكم إلى الدفاع عن أرض الحرمين، الدفاع عن أرض الحرمين، الدفاع عن مكة والمدينة. هي في خطر شديد، مكة في خطر شديد، والكعبة في خطر شديد. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث الصحيح أن الكعبة تهدم 3 هدمات. الهدمة الأولى وقعت في زمن عبد الله بن الزبير على يدي الحجاج بن يوسف الثقفي، والهدمة الأخيرة المعروفة وهي على يدي الحبشة في آخر سنة من سنوات المسيح عيسى بن مريم. بقيت الهدمة الثانية. الهدمة الثانية ستقع في هذا الزمان، في زماننا. وهذا الحديث تدور رحى الإسلام إلى 35 أو 36 أو 37، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما. هذا فيما
بقي وليس فيما مضى، أي أن هذا من علامات آخر الزمان. هذا الحديث اختلف العلماء في تفسيره، لكن التفسير الصحيح له أنه في آخر الزمان. فيا أهل الجزيرة العربية، يا شباب الجزيرة العربية، الجيش السعودي، الجيش الإماراتي، الجيش الكويتي، الجيوش العربية، اليوم يومكم، والله ثم والله سترون هذا واقعا لا محالة. إن أخطأت فدمي لكم، افعلوا بما تشاء، لكن المصيبة أنني إذا أصبت في هذا الإسقاط وفي هذا الفهم فهي والله الكارثة الكبرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ رأيت عمود الإسلام كأنه ذاهب به، ثم نزل في الشام. وعبد الله بن حوالة عندما سكن الشام سكن في عمان البلقاء، سكن في الأردن أرض الحشد والرباط. الطائفة المنصورة التي تقاتل الآن في الشام هي التي سوف تعيد فتح الجزيرة العربية، لأن العجم سوف يغزون جزيرة العرب. يوشك ألا يبقى في جزيرة العرب من العجم إلا قتيل أو أسير. من الذي سيقتل هؤلاء العجم وسوف يأسرهم؟ جيشان، جيش سيأتي من المغرب، الهاشميين المغاربة وفيهم حديث صحيح، وجيش سوف يأتي من الشام، من الأردن ومن سوريا. هذا الجيش الأردني والجيش السوري الحر والمجاهدين الذين في الشام، هؤلاء سوف يعودون لفتح الجزيرة العربية. تفتحون جزيرة العرب فيفتحها الله، هذا ليس مما وقع، هذا مما سيقع. ثم تفتحون فارس أي إيران فيفتحها الله عز وجل، ثم تفتحون الروم فيفتحها الله، ثم تفتحون الدجال فيفتحه الله. هذا الحديث خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم به أهل المغرب وأهل الشام. تكونون جنود مجندة، جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن. هذه الأحاديث توضح بلا مجال للشك بأن هذا سيقع في هذا العام أو العام الذي يليه. وكما ذكرت في الحديث تدور رحل الإسلام هذه الأعوام الثلاثة القادمة، عام 1435 هجرية، 1436 هجرية، 1437 هجرية، سوف تهلك فيها كثير من الأمة الإسلامية. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أول الناس هلاكا العجم ثم العرب على إثرهم. فهؤلاء العجم الذين سوف يغزون الجزيرة العربية سوف يفعلون الأفاعيل فيكم، في السعودية وفي الخليج، في الكويت، في البحرين. وترون الآن ما الذي يجري في البحرين، وما الذي يجري الآن في سوريا، وما جرى في العراق، وما جرى على الحدود في ما بين اليمن والسعودية في منطقة جازان. فأسألكم بالله تعالى ألا تغريكم هذه الدعوات. هناك ظلم، نحن على يقين بأن هناك ظلم في أرض الحرمين في السعودية، لكن ظلم آل سعود لكم لا يقارن بما سوف يأتي به العجم. العجم سوف يسبون نساءكم ويغتصبونهم، سوف يذبحون أبناءكم وشيوخكم، سوف كما فعلوا في العراق، في أهل العراق سوف يفعلون بكم. ووالله كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يستعصم أهل مكة والمدينة بالشام من عدو لهم. هذا العدو الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم عدو الكعبة. إن للكعبة عدوا لا تأمن أن يأتيها ليلا أو نهارا، وخير الرباط هو الرباط في الكعبة. فأنا أدعو الشباب السعودي الذي يفكر الآن بعمل مليونية لإضعاف السعودية عليه أن يتقي الله عز وجل، فهذا ليس بربيع عربي، هذا صيف دموي حار، هذا صيف سوف يأتي بالهلاك على أمة العرب في الجزيرة العربية خاصة. وقد نصحت لكم وأنا ناصح أمين. إني من هنا من الأردن أدعوكم بفهمي لنصوص الفتن والملاحم، أدعوكم بأن تمروا هذه الأعوام الثلاثة على خير. هذه من أخطر الأعوام التي تمر بها الأمة الإسلامية. وأنا أدعو أهل العلم أن يتكلموا، أن ينطقوا بكلمة الحق بعلم. عندما اجتمع العلماء في مصر من أجل الدعوة إلى الجهاد في سوريا، من الذي لبى الدعوة؟ لم يلبي الدعوة إلا القليل. لماذا؟ لأنهم تغافلوا عما
أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من فتن وملاحم، وقد بيناها بما ليس فيه مجال للشك. إن اعترض علينا البعض في مسألة التوقيتات فأنتم محقون، لكنني أنا اجتهدت بأن هذه التوقيتات هي صحيحة بسبب أننا في آخر الزمان، بسبب أننا دخلنا بعد حديث العائذ، يعوذ عائذ بالبيت فيقتل. هذا العائذ الذي هو محمد بن عبد الله القحطاني، خرج هو وجهيمان، وهذه القصة معروفة في أحداث الحرم. يعوذ عائذ بالبيت فيقتل، ثم يمكث الناس برهة من دهرهم، ثم يعوذ عائذ فإن أدركته فإنه جيش الخسف، أي هو المهدي. فإذا هذه البرهة ما بين العائذ الأول والثاني هي في ترجيح وإسقاط 90 عاما. في هذه 90 سنة أو 100 سنة إذا أخذناها إلى رأس القرن، نفهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: تدور رحى الإسلام إلى 35 أو 36 أو 37، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم 70 عاما. هذه 70 سنة هي التي فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم: يملك رجل وولده من بني هاشم 70 عاما أو 72 عاما مما بقي، أي قبل مجيء رأس القرن أو رأس 100 التي يخرج فيها الدجال، أي عام 1500 هجري. إذن ما نراه اليوم من ظهور للطائفة المنصورة في الشام التي ظهرت عام 1432 هجرية، ثم ظهور ناطحات السحاب في مكة المكرمة، هذا يؤذن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فخذ حذرك. فمما تحذرون يا أهل مكة؟ سوف تحذرون من عدوكم، من هؤلاء العجم الذين هم مسلمون، هم على الإسلام، لكنهم يشركون بالله عز وجل، فيدعون بدل بناء المساجد يبنون الحسينيات. هؤلاء يدعون الآن إلى تقديس كربلاء وإلى رفع القدسية عن مكة والمدينة. نحن نعلم أن من الشيعة من ينكر هذا الكلام، لكن هناك من الغلاة الذين استأسدوا في المنطقة، هؤلاء يدعون إلى هذا. الشعب إيران شعب مسلم، والشيعة نحن لا نكفر الشيعة عندنا مسلمون، لكن هناك غلاة من الطرفين منا ومنهم. لكن الآن اليد العليا هي لهؤلاء الغلاة الذين يريدون هدم البيت. وكما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله ونحن على الإسلام؟ قال: وأنتم على الإسلام. من الذي سيهدم الكعبة؟ هم آل سعود أو أهل مكة والمدينة؟ لا، الذي سيغزو الكعبة هو من يمتلك تلك النصوص التي تدعوه إلى غزو الكعبة، وتدعوه إلى هدم الكعبة، وتدعوه إلى فعل الأفاعيل بكم، يسمونكم النواصب، وعندهم من واثق البطاط وحمود الكناني ورزق الموسوي، كثيرين منهم من يدعو الآن إلى غزو الجزيرة العربية وإلى احتلال السعودية، وقد صرحوا بذلك. فأنا أنصحكم لله تعالى، هذه المليونية التي تدعون لها ستجر عليكم الضعف والهوان والاختلاف، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف الإخوان من علامات حرق البيت العتيق الاختلاف. الإخوان هنا ليس الإخوان المسلمين، الإخوان هنا أن الأمة تختلف فيما بينها، ليس بالاختلاف الذي كان موجود بين العلماء أو بين طلبة العلم، هذا اختلاف بالملايين كما يحصل الآن في مصر، وكما يحصل في تونس وفي بقية الدول العربية. أنا إلى هنا أكتفي، لكن هذه نصيحتي لكم يا أيها الشباب السعودي: خذ حذرك من العجم. العجم قادمون، العجم سوف يخربون الكعبة حتى لا يبقون منها حجرا على حجر، وكما قال عبد الله بن عمرو بن العاص: إذا جاء ذاك كان الذي قلت، أي إذا ظهرت الطائفة التي تقاتل على الحق في الشام كان الذي قلت من غزو العجم لجزيرة العرب وهدمهم للكعبة المشرفة وتخريبها، ثم يأتي الهاشمي ومن معه من أولي البأس الشديد الذين ظاهروا في الشام، هؤلاء سوف يفتحون جزيرة العرب، سوف يحررون الجزيرة العربية من هؤلاء الغزاة الذين سيغزونها، والله تعالى أعلم. فلذلك يا أيها الشباب السعودي اصبر، فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لآل ياسر: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. إن وقع عليكم ظلم
من آل سعود، فهذا الظلم لا يقارن بالنسبة لما سيقع عليكم من هؤلاء العجم الذين لا يؤلون في مؤمن إلا ولا ذمة. وقد نصحت لكم وأنا لكم ناصح أمين، أتمنى أن أكون على خطأ، والله العظيم أدعو الله أن أكون على خطأ، لكن الكارثة أنني إذا كنت على صواب وأنتم على خطأ، هذا صواب الواحد وخطأ الجماعة. خطأ الجماعة قاتل، خطأ الجماعة سوف يتسبب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن يهلكوا فسبيل من هلك. فإن يهلكوا جزء من أمة الإسلام، إن يهلكوا فسبيل من هلك. وأن يقم لهم دينهم، لهؤلاء المنصورين في الشام يقم لهم دينهم 70 عاما. هذا فهمي لنصوص الفتن والملاحم، فلكم أن تأخذوا به ولكم أن تدعوه. هذه نصوص السنة بين أيديكم، ادرسوها، عندكم علماء اسألوهم، شاوروهم، ثم توكلوا على الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.